الجوكر والمؤرشف دريد، حياك الله. عرض كبير مثلت شخصية الجوكر حسب فهمي المتواضع للمسرحية، ذكر السلطة أو ذكر السلطة الحاكمة. كيف رأيت انطباع هذه الشخصية على الجمهور؟ طبعا هي الشخصية محورية بالعرض، وشخصية رئيسية بالعرض، أو يعني نقدر نقول هي المحرك الرئيسي للشخصيات ككل. الجوكر يمثل الإجرام أينما يكن وأينما يكون شكله. مرة يكون بزي عربي، مرة يكون بزي أوروبي، مرة يكون هو الأب، مرة يكون هو الزوج، مرة يكون هو الرئيس، مرة يكون هو. فالإجرام بشكل عام يمثلها هذا الشخص المسبب بكل هذه المشاكل والضحايا هذه النساء. ممكن الجوكر الشرقي يكون لابس دشداشة وعقال وبيده مسبحة؟ طبعا ممكن، واكثر يمكن نلقاهم يعني بصراحه عند العرب ممكن اكثر، يعني التلون والتزييف والنفاق والاقنعه تلقاها عند العربي يعني موجوده بكل الشرائح مالته، في البيت، في الدائره، في باي يعني اي مكان. الازدواجيه موجوده عند الشرقي، يعني هاي سايكولوجي. دريد، الاتهامات التي طرأت دخيلة على عرض الجدار، ماذا ترد وانت مؤرشف قبل ان تكون ممثل؟ طبعا انا مؤرشف للمشهد المسرحي ايضا، يعني همين يعني اكاد اجزم انه يعني هكذا معالجه بصريه وهكذا موضوعات جريئه تطرح لاول مره، يعني انا ما شايفها نهائيا. عاده كل الاشياء اللي تطرح لاول مره ما راح تلاقي استحسان لاول مره. احنا في الجدار تم كسر حاجز قوي، يعني تابو موجود من أول ما أنشئ المسرح العراقي خاصة. هناك كلمات يجب أن ما تتقرب لها، هناك مواضيع يجب أن ما تتقرب لها، ألفاظ يجب أن ما تتقرب لها. ذاتها 13 أو 14 بطلة، هذا خط أحمر. أحسنت، كسرنا هذا الحاجز، كسرنا هذا الحاجز. فهسه انفتحت طريقة جديدة وآلية جديدة بطريقة الموضوع والكتابة والأداء. هسه حاليا بعد الجدار راح تلقى عروض بها اكثر جرأة، بها اكثر تحرر، ممكن انت كل شيء تقوله ما يخدش بالحياة طالما هو واقعي وهو موجود على ارض الواقع. من صاحب هذه الحملة اللي حاول يلوث الجدار، يلطخ البقعة السوداء بالجدار الابيض؟ منو هذا الشخص؟ شفنا ستوريات الرد بس الفعل ما شفناها، شفنا رد الفعل. يعني مخرج ممثل هذا الشخص؟ للأمانة لا للأمانة الاشخاص اللي مرضى بالنجاح. اشخاص مو شخص. الأشخاص مو شخص واحد، ثمة أشخاص مريضين بعقدة النجاح، لو ترجع له وهم مسرحيين، لو ترجع لهم ما يمتلكون تاريخ مسرحي. فلهذا السبب من تشوف أي شخص يقدم على عمل جديد وعمل كسر القواعد الكلاسيكية اللي موجودة هناك، فيقول لك لا خلاص أنا أفلش وأحطم وأحجم على مود يبقى مسرحي وأبقى أني. السوداني قال لي مخرج الشخص صار له 40 أو 50 سنة يبحث عن ذاته. بالفعل 50 سنة؟ بالفعل المحرك الرئيسي لهذه العملية أو الشرارة الأولى اللي طلعت من هذا الشخص. أكو هناك شخص يدعي نفسه أنه هو مخرج، يدعي نفسه أنه هو ناقد، يدعي نفسه أنه هو مدير، ما تعرف كلهن هو، وكلهن ما حظى بأي وحدة من عندهن ولا أسس له أي اسم. فهذا يعني بحد ذاته هو ممكن سؤال أخير، اللجوء للطرق القانونية للرد؟ ممكن؟ همل الموضوع له سنان اتخذ هذا الموضوع، علما انه كل المتحدثين هم زملاء بالوسط اللي هذا الشخص او ثمة الاشخاص اللي تحدثوا هم كلهم زملاء. احنا ما رضينا على موضوع على موضوع حاكم واجراء طبعا، بس وصل الى انه قاموا وصلوا للشتيمة ووصل موضوع انه كلش اصبح خطر ونداءات بمنع العرض ونداءات فخلاص هذولا ردهم النهائي على حد قول سنان انه المحاكم